اما بالنسبه للجزائر، اول ما تقول انا بسافر للجزائر الكل يستغرب. الجزائر؟ شو مودك للجزائر؟ ها؟ الجزائر؟ ليش؟ شو مودك؟ شنو فيها الجزائر؟ وهذه رده فعل جدا طبيعيه من الناس بسبب الانغلاق السياحي اللي موجود عندهم في الجزائر، وان حتى الفيزا حيل صعبه انك تقدر تاخذها، على عكس المغرب بدون فيزا. لكن حطيتها 1000 خط هذه، لكن انا مؤمن اي بلد كبير في خيرات وفي طبيعة وفي أشياء تاخذ العقل، كيف لا؟ والجزائر هي أكبر بلد عربي. فقررت إني أسافر للجزائر، وقبل كل هذا بديت أخطط وأخذ معلومات وأشوف شنو ممكن الأشياء اللي أسويها هناك، علشان بس إني أروح وأوري الناس وأوري العالم شنو الجزائر فيها بالضبط. بس الصراحة أول ما وصلنا هني الأجواء نستنا كل شيء، مطر والجو مغيم والاجواء حلوه كذي بارده، حتى ما تحتاج انك تلبس شيء ثقيل. طبعا احمد داوود موجود عندنا بالكويت هناك، وتعرفت عليه من الكويت هناك، فهو قال بس عندي انا بطلع معاكم ونسوي رحله ان شاء الله كامله في الشمال الجزائري كامل، صح؟ ان شاء الله. وكان المخطط اني ازور الساحل الشمالي كامل، او اغلب المناطق بالساحل الشمالي. فكانت الرحله من الحدود الجزائريه المغربيه الى الحدود الجزائريه التونسيه، وقطعنا فيها اكثر من 5000 كيلو بالسياره. وصلنا الحين على الحدود، وهذا شوف اعلام الجزائر هني وراي، وهذيك اعلام المغرب، بس فاصل بيننا هذا هو السور. فيلا خلينا نعبر الشارع. شوف شوف اعلام الجزائر وهذه اعلام المغرب. هذا شوف الطريق كله هني تكرمون غنم وبقر، والحدود الحين رايحين الحدود التونسيه صايره فوق الجبل هناك. واخيرا الحمد لله، صراحه هذا انجاز، يعني ان قطعنا كل هذه المسافة ووصلنا من الحدود الجزائرية المغربية، والحين احنا في الحدود الجزائرية التونسية. ورحلة الجزائر ايضا كانت في 2017، لكن كانت في اخرها، يعني المغرب كانت في بداية 2017، الجزائر كانت في اخر 2017. صراحة بالجزائر هناك شفت العجب وانا قاعد اتنقل بالسيارة، وانا قاعد اطلع من ولاية الى ولاية، كأني قاعد اسافر من بلد الى بلد، باختلاف الثقافة والتضاريس والطبيعة وكل شيء، حتى اللهجة وحتى اشكال الناس.